فوز النادي الاهلي على الزمالك 2-0 ومحدش يسأل مين اللي جاب الاهداف عشان المباراة ما اتلعبتش والزمالك انسحب واتحسبت النتيجة 2-0 وهيتخصم من الزمالك 3 نقاط في اخر الموسم. والاهلي كسب 3 نقاط على حساب الزمالك من غير ما يلعبوا. ريح الاهلي مارسيل كولر، ريح اللعيبة واداهم اجازة علشان المباريات اللي جاية. الزمالك ريح الاهلي ما لعبش المباراة واداله 3 نقط واداله وقت يستعد فيه للمباريات اللي جاية. شكرا نادي الزمالك، انتهت مهمتك بنجاح. بس ده بيدل على حاجة واحدة، ان ده فيه غباء اداري من الادارة نفسها. الجواب اللي مبعوث للاتحاد المصري لكرة القدم علشان يقول له انا مش هلعب المباراة، يا ريته بعت فيه ان هو مش عايز يلعب المباراة علشان تتلعب المباريات المؤجلة، وبعد ما تتلعب المباريات المؤجلة يلعب هو مع النادي الاهلي. تبقى دي كانت من ضمن الاولوية انها تتنفذ. انما هو بعت بيقول ايه؟ لظروف، انا مش هلعب المباراة لظروف. الظروف دي تخصك انت، مش مشكلة مع الاتحاد المصري ولا رابطة الأندية، دي ظروف تخصك انت، مش هتلعبها براحتك. انت هتبقى كده مغلوب 3 نقط هياخدهم النادي الأهلي ومغلوب 2-0، مغلوب بنتيجة 2-0. شكرا إدارة نادي الزمالك على الامتياز بتاعك في إدارة المواقف بالنسبة لنادي الزمالك. كده أسدلت الستارة بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك. طيب نادي الزمالك عنده ظروف تاني، مش هيكمل بقية الدوري ويلعب المباريات اللي جاية ولا كده خلاص بالنسبة له؟ مباراة الأهلي كان فيها ظروف والظروف انتهت وهيلعب المباريات اللي جاية، يعني هي الظروف في مباراة الأهلي بس وخلاص كده مباراة الأهلي ظروفها خلاص راحت وراحت معها الظروف، وهيلعب المباريات اللي باقياله في الدوري. يعني مباراته اللي جاية مع سيراميكا هيلعبها ولا مش هيلعبها؟ علشان لو مش هيلعبها وعنده برضه ظروف كده هيبقى منسحب بالكامل من بداية الموسم لغاية آخر الموسم، ونتائجه في المباريات هتتخصم وينزل درجة 4، بس يقعد قبلها سنة ما يشاركش، وبعديها بسنة يطلع للدوري الدرجة 4 وبعد كده ياخدها من السلم من تحت لغاية لما يوصل للممتاز. وانا ما افتكرش، لان محطوط دلوقتي ما بين كماشة، محطوط في الكماشة ان انت مش عايز تلعب مباراة الاهلي، اديك ما لعبتش مباراة الاهلي. طب مش عايز تلعب مباراة الاهلي ليه؟ علشان مستنيه يلعب المؤجلات بتاعته وبعد كده بقى لعبه. طيب حلو، اديك ما لعبتش المباراة بتاعت الاهلي واتحسبت عليك ان انت مغلوب وفايز عليك 2-0 وهيتخصم منك 3 نقاط. طيب المباراة اللي جاية هتلعبها ولا مش هتلعبها؟ لا هتلعبها. طيب انت كده بالنسبة للجمهور بتاعك هيبقى شكلك ايه كمجلس إدارة؟ ان انت مرضتش تلعب مباراة الاهلي علشان خايف منه، دي واضحة. وان انت هتلعب مباراة سيراميكا اللي جاية علشان خاطر عديت مباراة الاهلي، فمش مشكلة تلعب مباراة سيراميكا وتكمل بقية الدوري، بس المهم ان انت عديت مباراة الاهلي اللي انت عامل حسابك ان انت هتتغلب فيها. فانت هتختار انهي فيهم بالنسبة ليك انت والمسؤولية. لو في حد هيسألك من جمهور نادي الزمالك هيقول لك حضرتك كنت خايف من الاهلي ولا حضرتك عايز تمشي بنظام وطريقة يبقى سيستم ماشي عليه الدوري المصري؟ لو تمشي عليه حضرتك انسحبت من مباراة الاهلي، يبقى كمل وانسحب من المباريات اللي جاية. حضرتك مش هتقدر علشان هتنزل الدوري الدرجة 4 فمش هتقدر. طيب حضرتك ما عملتش ده ولعبت المباراة اللي جاية مع سيراميكا، لا يبقى حضرتك كنت خايف من مباراة الاهلي وخايف ان انت تتهزم من النادي الاهلي. ادي الكماشة اللي معمولة عليك، يا تاخدها كده يا تاخدها كده. بالنسبة لك هي كده. مجلس إدارة الزمالك لبس نادي الزمالك وجمهوره في الحيط. شكرا مجلس الإدارة، نشكركم على حسن تعاونكم معنا،
وإلى اللقاء في لقاءات قادمة أخرى. السلام عليكم.